هلا بنات، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ اتمنى تكونون باسعد حال وانتم جاي تشاهدون فيديو اليوم. اتمنى يكون ينال اعجابكم وتستفادون من عنده حتى لو بشي بسيط. طبعا بلشت وياكم من الريوق. هنا قعدت ويا زوجي، سويت له ريوق، طلع لي المحل وقلت خلي اتريق وياه، ولو اني نادرا ما اتريق. ورأسة انطفرت وياكم للعشاء، يعني الوقت بين الفطور وبين العشاء هذا استقطعته، ما صورت وياكم. بلشنا بالعشاء رأسة، ويعني مثل ما تشوفون العشاء طبعا على حسب الطلب العائلة. واحد من أولادي راد فنجر، زوجي راد طماطة، أنا ردت معكرونة وبازاليا وياها جزر ومكعبات بوتيتا، وأولادي الباقين رادوا بس معكرونة ومكعبات بوتيتا. وبعد ما خلصت بلشت بغسل المواعين لأن ما كان عندي هواي مواعين. على مود نبلش بتنظيف البشرة للعيد، وأتمنى يكون عيد سعيد عليكم وكل عام وأنتم بألف خير يا متابعين الحلوين. والله يرحم الأموات ويصبر أهلهم إن شاء الله. كل ضحية بهاي السنة يكون ثوابها واصل للأموات، ويرجع حجاج إن شاء الله بالسلامة، قبل حجهم إن شاء الله. وإذا وصلتوا لهاي اللحظة من الفيديو بعدكم ما دايسين لايك، دوسوا لايك. حبيت أذكركم، واللي يدوس لايك إن شاء الله يكون السنة الجاية حاج، واللي بس يكتب تعليق إن شاء الله يروح للعمرة، واللي ما يكتب تعليق وما يدوس لايك وبس يشاهد إن شاء الله بس يطلع اسمه بالحج بس ما يروح. لا إن شاء الله كلكم تروحون وإن شاء الله. كل واحد يتمنى الحج. صراحة أنا من الناس أتمنى الحج بهذا عمري، يعني حتى أروح أحج براحتي وأمشي براحتي وما أتعب، لأن الكبير يعني يتعب بالحج، بالأخص الحج أو العمرة، يعني رادلها طريق مسافة كلش طويلة، ومناسك الحج كلش صعبة. فأنا من الناس فعلا يعني أتمنى أن أزور وأنا بهذا عمري. وأنا صغيرة ما أريد يعني لما أكبر أصير بقد أمي، لأن يعني شفت أمي قالت يعني كلش يتعب العمرة لما راحت اعتمرت، لأن قالت كلش يتعب، يعني الطواف حول الكعبة كلش هواي رادلها مشي. فيعني صراحة أنا من الناس اللي أتمنى فعلا أروح بهذا عمري، بس يعني بس واحد شي يسوي على ما يكون نفسه، على ما يكون عائلته، على ما يبلش يعني يبني مستقبله ويأمن نفسه من كل شي. يلا أنا ذاك تقدر الناس تروح للحج. لهذا السبب تشوف أغلب الناس يعني كبار من يروحون للحج، لأن على ما يأمنون نفسهم بشبابهم، على ما يأمنون مستقبل أولادهم، ولما يدرسون أولادهم ويزوجونهم يعني ويعني تخلص المسؤولية من عندهم كلش فد مرة يلا يروحون للحج. فإن شاء الله كل واحد يتمنى يروح للحج يروح ويحج، وإذا يريد يروح للعمرة أيضا يعتمر. دعاء من قلبي فعلا من قلبي لكل واحد، يعني كان يشاهدني أو كان ما يشاهدني، كل واحد يتمنى الحج إن شاء الله يروح ويحج ويحقق أمنيته. مثل ما شفتوا بنات هنا أنا بلشت بلماعين غسلتهم. طبعا هالمرة ما يعني كل مرة أني أقطع من اللماعين يا دوب يعني دقيقة أو دقيقتين أخلي لكم غسل الماعين، بس لا هالمرة قلت أخليهم مثل ما أني مثل ما غسلتهم، بس شوية استقطعت يعني من الفيديو. ما أريد الفيديو يكون طويل وتخاف تكون ممل وتملون، فدائما أحب أن يعني أكون حريصة أنا أنزل مقاطع من 15 دقيقة إلى 10 دقائق حتى يكون المقطع مو ممل، ويعني يعني تشاهدونه باستمتاع تستمتعون. طبعا عندي كم مقطع أعتقد يعني عابرات 20 دقيقة، أو يعني كم مقطع 2 أو 3 هيجي. ذني حيل متندم عليهن، يعني ما أدري أحسه حيل طويل. صح إنه جايبات مشاهدات عالية ما شاء الله، ودائما أسرع بالفيديو على مود يعني الشغل يصير أسرع. أنا أحب الشغل لما يكون سريع، يعني مرات أشوف بنات ينزل مقاطع هن يغسل مواعين أو هن يشتغلن أو هن يطبخن، ما مسرعات الفيديو، يعني ما أعرف أني أتوتر يعني هيك أريد يكون الشغل يخلص بساعة. يعني صراحة مرات أتمنى أقول يعني الشغل بالفيديو هذا هيك سريع، نكون بالحقيقة احنا هيك سريعين حتى يخلص الشغل بساعة. يعني هسه هذا أني غير سويته لكم تقريبا 4 دقائق ما أعرف 5 دقائق، بس بالحقيقة يعني بعد أنتو أعرف تظل تقريبا ظلت نص ساعة أنا أغسل مواعين، لأن واحد على كيفه يغسل. أنا إذا أغسل بساعة يعني أشتغل سريع، إيدي ما أعرف تتجرح من كل مكان وما أحس بيها إلا من يعني أخلص شغل، بالأخص من أنظف السمك. مع العلم أني ما أنظف سريع لأن أنا أصلا أخاف من عظم السمك، بس من أخلص أشوف يعني إيدي مجرحة كلها يعني مجرحة من عظام السمك. فإذا أشتغل بساعة لا أني أخرب وأجرح وألعب لعب بإيدي. طبعا هاي صار لي فترة أني ما عندي تشوفوا كل ما أوصل زوجي أنسى، فأغسل مواعين بإيدي. الشفوف أستروح إلهن، يعني أغسل براحتي، مثل ما يقول أغسل بساعة يعني سريع، حتى ما يعني السكينة أو القبق مالت الجدر مرات نخلي عليه. إذا شفتوا هسه ما شفتوا أعتقد ما غسلت القبق اليوم لأن مالت العشاء ما بين قبق. القبق اللي تخلون إلى يده يعني يده تشتروها من السوق،
وتخلوها القبق. هاي شوية تكون ستيل وحادة نوعا ما، فدائما انجرح من عندها وصرت اتجنبها. من اريد اغسلها كلش اضوج من هذا المكان، يعني السيمة كلها البسها للقبق يعني لليد مالت القبق، حتى شنو ما تجرحني. فمثل ما قلت لكم يعني أنا إذا أريد أشتغل بساع يعني ألعب لعب إيديا، ما أحس إلا إيديا كلها تحرقني بعد ما أخلص. ومثل ما شفتوا خلصت غسل المواعين ومسحت السنك وغسلت السلة فد مرة وياي. أنا كنت منظفتها بس قلت خلي أغسلها مرة ثانية من الظهر حتى ما يصير بيها دهن ويتغير لونها. ومثل ما قلت لكم أنا دائما أغسلها بقاصر. هاي هنا السنق عندي إذا انتبهتوا له بمثل كأنه ما صاير بلون، هذا خليت عليه فلاش عود على أساس ينظف المجرى مالت السنق، بس للأسف خرب السنق، صارت بيه لون مثل لونه يعني رصاصي أكثر من الستيل، صار منظره مو حلو. وهاي هنا أنا بلشت نظف بشرتي، تقشير بشرة تقريبا هذا أسبوعي أسويه أو كل أسبوعين. أول ما بلشت غسلت وجهي حتى أهيئ بشرتي للتقشير، وبعدها بلشت أول ما قشرتها بهذا المقشر. هذا المقشر طبعا بنات يكون ملمسه جدا ناعم جدا، يعني مثل الجل مالت الشعر اللي شايفينه، بس من توزعينه على بشرتك ينشف وتظلين تدلكين بيه تصير بيه مثل يعني الشعيرات مالت هو نفسه. إذا تشوفون هسه باين عندكم بالكاميرا نفسه هو المقشر يصير بيه مثل الشعيرات ويقشر البشرة. هذا تقشير حيل ناعم يعني خفيف التقشير مالته، ما يبي حبيبات. بس عندي هذا الثاني يجي بيه مثل الحبيبات الناعمة بالمشمش. طبعا ها شايفين أكثر من مرة عندي لأن من زمان خلص ورجعت اشتريته حبيته، بس أعتقد بشرتي صارت تتحسس من عنده لأن مرتين استخدمته، يعني خلصت علبة ورجعت جبت علبة مرة ثانية من عندها، فصارت بشرتي تحرقني من عنده وعيوني مثل شلون كأنه ما ثاربة بصل يمها تظل تحرقني. فشنو أعتقد هذا آخر علبة راح أجيبها وبعد ما راح أعيدها. هذا القناع بالشاي الأخضر وزعته على وجهي، وهذا الثاني قناع فقط للخشم. هذا رجالي يعني جبته لزوجي بس شفت مفعوله كلش حلو، أكو نسائي بس أنا جبته لزوجي وظلت أستخدمه وياه. ورجعت بعد ما خلصت كلش بهذا الغسول أيضا وزعتها على بشرتي ونظفت بشرتي بالشفرة. بنات دائما استخدم هاي الشفرة، جبت قبل فترة وياكم هاي مال الفلامينغو بس ما تنظف فاشلة. أعتقد أنا اشتريت العادية لأن هي ب2000 اشتريتها بعد ما خلصت بشرتي من المقشر، بعد ما نظفتها من الشعر رشيت هذا التونر اللي أنا مسويته هو على جمر للبشرة خاص، ونقعته بالمي وظليت أروي يعني من أقشر وجهي أرشه على بشرتي، وبعدين بهذه المكعب الثلج أمررها على بشرتي حتى تنسد المسامات وأستخدم هذا المرطب. طبعا بنات أني مسرعة الصورة أو يعني مستقطعة من فترة التنظيف، يعني من تشوفون إيدي آخذ الغسول أو آخذ المقشر استقطع لحد ما أخلص أقشره وأخلصه، أرجع مرة ثانية أصور لكم شلون أغسل بشرتي. يعني مو عبالكم هيجي هاي بهاي ب4 دقائق أنا نظفت وجهي، لا تقريبا ساعة إلا ربع أني قشرت وجهي على كيف. وهنا أنا خلصت تنظيف البشرة وفرشت أسناني، وهنا يكون خلصت وياه تنظيف البشرة وتنظيف البيت. وجيت هنا طبعا هاي بالليل جيت أزرع هيل. شفت طريقة كلش سهلة على التيك توك وقلت خلي أجربها وياكم. عندي هنا تربة يعني كاملة من سماد ومن كل شيء جاهزة. هنا نقعت الهيل ليلة بيوم، يعني طلعت الحبات مالاته ونقعته بقلاص خليته بالمطبخ يمي ليلة بيوم، وبعدها رشيت المي على التربة ودخلت البذور بالتربة ورجعت سقيتهم. وأسبوع وأرجع أقول لكم إذا نجحت الفكرة أو لا. أنا مو يعني خبيرة بالزراعة بس شفت الفكرة وقالوا أسبوع وتطلع الهيل يطلع، فراح أجرب وياكم وإن شاء الله تنجح. أحب الزراعة، أنا كلش أحب الزراعة وأحب الخضار وأحب يعني شيء اسمه تربة، أحب ألعب بالتراب صراحة دائما يعني أي شيء أشوفه أحب أزرعه وأجربه، أقول عسى لعل أن تنجح، يمكن مرة تنجح ومرة لا. يعني جربت وياكم شلون هذا هسه الهيل وأشوف إن شاء الله إذا راح تنجح أو لا. ولهنا حبايبي وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا به واستفاديتوا من عنده حتى لو بشي بسيط. ما ظل شي وأدخل 3000، طبعا ظل تقريبا 19 أو 18 مشترك وأدخل 3000. أتمنى ما تقصرون، وإذا كنتوا أول مرة تشوفون قناتي تشتركون بيها، وأنا دائما أحرص أن أنزلكم كل شيء مفيد وممتع. انتظروني في مقاطع جديدة ومفيدة إن شاء الله. أترككم في أمان الله.